علاش نسببوا هذا المشكل هذا في هذه البلاصه هذه اللي كتعتبر متنفس اللي عندنا في طنجه؟ اليوم عشت واحد التجربه اللي كانت ماشي سهله مع امانديس، وشفت كيفاش هاد الناس كيدخلوا في اعماق القوادس في ظروف قاسيه وصعيبه بلا خوف بلا تردد باش يحافظوا لينا على نظافه الشوارع ديالنا. يعني قبل ما تلوح شي حاجه في الزنقه تفكر الجهد والتماره اللي كيضربوا هاد الناس. وهنا كيجي الدور ديالنا باش نتعاونوا كاملين مع هاد الناس، ماشي نزيدوهم تماره فوق تماره. راه هادشي صعيب بزاف صراحه الله، باش تجمع الدنيا كامله راه صعيبه صراحه هاد الناس كيستحقوا منا الاعتراف والتقدير الحقيقي، ولكن الاهم هو نحافظوا على العمل ديالهم. ما ترموش النفايات في الشوارع ولا في الاماكن الغلط، نحترموا القوانين البيئيه ونتعاونوا معاهم ولو بخطوات بسيطه. خليك واعي وخليك مسؤول ودير يدك معنا باش نحافظوا على بلادنا نقيه وجميله. كنتمنى واخا زعما مساكن طنجه يتعاونوا معنا في هاد النفايات هادو، زعما بزاف اخي كيتكرر هادشي هذا، باش حتى بزاف السيمانه دابا باش خمن هادشي رجع تعاود كامل بحال اللي ما عملتي والو. وهادشي هذا كيتسبب اختناق القوادس، وهادشي هذا كيبقى الفياضه في طنجه. هادشي هذا اللي عمر هادشي هذا بالماء كيوصل ساحت كيخنق الدنيا كامله، كريات القوادس كامل كلشي كيتخنق. زعما كنتمناو زعما يتعاونوا معنا.